السلام عليكم، مرحبا بكم كيف العادة في قناة جنات بوعيادي. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معاكم بسطيلة. واش من بسطيلة؟ المهم بكمية كبيرة. بسطيلة الحوت كتجي هائلة في المنظر وكذلك حتى في المذاق. غادي نبداو على بركة الله بالمقادير اللي غادي نحتاجو في الاول، وهي الموطارد، العصير ديال الحامض تقريبا واحد 2 كيسان كبار عامرين، الهريسة، 4 ديال الربطات ديال القزبر والمعدنوس اللي مقطعين مزيان، 2 كركوبات كبار ديال الثومه، وكذلك الكمون والملحه. غادي نقول لكم دائما القياس منين غادي نكونوا كنخلطوا. المهم غادي ناخذ واحد البانيو اللي هو متوسط وغادي نخلطوا فيه هاد المكونات كامله. بالنسبه لهاد المكونات اللي غادي نخلطوا دابا، غادي نبغيوهم غير غادي نرقدوا فيهم الحوت، يعني غادي نعاودو نديرو نفس الخليط منين غادي نبغيو نطيبو الحوت، وكذلك منين غادي نبغيو نخلطو الكميه كامله. المهم درنا في داك البانيو هذوك الربطات ديال القزبر والمعدنوس اللي غسلناهم بيان سور ونشفناهم ودقيناهم مزيان. درنا 5 ديال المعالق كبار عامرين ديال الكمون، وغادي نحكو الثومه اولا تطحنوها مع الربيع والقزبر المدنوس. كذلك الملحه حتى الاخر وندوقو. بالنسبه للملحه انا درت واحد المعلقه كبيره في الاخر، وغادي ندوق على حساب الملوحه ديالي. درنا 3 المعالق كبار ديال الموطارد و2 معالق ديال الهريسه، ودائما الهريسه والملوحه يعني الحرور والملوح كنخليوه حتى الاخر وكنشوفوه على حساب الذوق ديالي. كاين اللي كيبغي الحار، كاين اللي ما كيبغيش الحار. المهم غادي نجمعوا اولا غادي نخلطوا هاد المكونات كامله بهذاك العصير ديال الحامض هكاك. علاش ما كنكثروش الملحه في الاول؟ لحقاش كاين الحامض وكاين الهريسه بجوجهم مالحين. المهم ها هو الحوت الكميه كبيره كيف ما قلت لكم في الاول، راه كميه ديال 4 ديال البساط اللي هما كبار. بالنسبه للحوت كتاخذوا اي حوت بيض، المهم تغسلوه مزيان تنقيوه. بالنسبه للحوت اللي عنده المصارن الوسط كنحيدوه. عندي الفرخ، عندي الميرنا الصغيره والكبيره، عندي الكالامار، عندنا السيبيه حتى هي الا كانت كديروها، الكروفيت خدينا الكروفيت كبير وصغير، كذلك الفرخ. يعني اي حوت بيض كديروه. المهم هاد الحوت كامل غادي نشدوه، غادي نفندوه في هذيك الخليط اللي خلطنا في الاول. هاد المقطع كان مشى ليا. المهم وغادي نخليه واحد الليله كامله. يعني انا منين شديناه كل حوت درناه في بانيو وخليناه واحد الليله كامله كيشرب هذاك الخليط اللي درنا. هذا غد ليه خدينا الشامبينيون الكحل كيتباع، غادي نكبوا عليه الماء طيب. تقريبا خديت واحد 3 ديال الساشيات وغادي نزيد عاوتاني. كذلك الفيرميسيل حتى هو خديت 5 ديال الساشيات ديال الفيرميسيل، غادي نكبوا عليهم الماء طيب وغادي نخليوهم حتى يطلقوا مزيان ونصفيوهم عاد نقطعوهم. بالنسبه لي شامبينيون كنخليوهم وسط من الماء طيب حتى تيتحلوا هذاك الشامبينيون الكحل. الا كان طري من الاحسن كتاخدوه. المهم حنا خدينا غير ديال الساشيات حيت كنا مزروبين. كذلك لي شامبينيون اللي كيكونوا معلبين حتى هما نصفيوهم ونقطعوهم طريفات صغيورين. نتمنى يكون كل شيء واضح. المهم ها هو الخليط كيف ما قلت لكم في الاول، راه غادي نعاودوا نفس الخليط اللي درت في الاول غادي نعاودوا المره الثانيه. علاش غادي نعاودوا المره الثانيه؟ باش غادي نطيب فيه الحوت عاوتاني. غادي ناخذ واحد شويه نديرو على الشامبينيون ونشحرو، كذلك ندير واحد شويه على الفرخ وعلى الصول وعلى الميرنا وكنفندوهم عاوتاني وكندخلوهم للفران. بالنسبه للحوت الكبير دخلوه في الفران ما تقليوش. عاوتاني غادي ناخذ كميه ديال هذاك الخليط ونديرو عاوتاني على الكروفيت، والكروفيت كنديروه في المقله في الزيت وكنشحروه. بالنسبه للكروفيت. بالنسبه للكالامار كنديروه في الكوكوط باش دغيا حتى هو كيطيب لينا، يعني بلا ما ديروه لا في حليب لا في حتى حاجه. كديروه هكا في الكوكوط، كتزيدوا عليه شويه ديال الخليط اللي عاودنا خلطناه كيف ما قلت لكم في الاول، وغادي نسدو عليه في الكوكوط حتى كيطيب لينا غير شويه. المهم ما طيبوش بزاف حيت هو كيقصح.
وفي ليطاب الاخرى خدينا جوج قبطات ديال القزبر والمعدنوس، كذلك حتى هما دقيناهم. ها هو الكروفيت اللي شحرنا في المقله. خدينا الفلفله حمراء وقطعناها طريفات صغيورين. عاوتاني الكالامار، الكروفيت، لي شامبينيون هما منين صفيناهم وقطعناهم طريفات صغيورين وشحرناهم كذلك في داك الخليط ديال القزبر، المعدنوس، الثومه، الكمون، الملحه، وكذلك الهريسه والحامض. كذلك الكروفيت اللي شحرنا في شويه ديال الزويته ونفس الخليط. هذا الفيرميسيل قطعناه طريفات صغيورين. شوفوا كيفاش يعني نقطعوا غير طريفات صغيورين بزاف. المهم هذا الفرخ ها هو. شو دائما الحوت، اي نوع ديال الحوت عندكم، منين كتدخلوه للفران كتخليوه غير شويه يبرد وكتبداو تنقيو فيه، ما تخليوش يبرد نهائيا باش كتحيدوا ليه هذيك الجلده الفوقانيه تجيكم سهله. يعني نقيوه هو سخون. من بعد خليوه طروفه كبار وحطيوه من الشوك. خليو دائما الا بغيتو تشريو شريو الحوت اللي ما فيهش الشوك بزاف. المهم نخليوهم طراف كبار باش هكا يبانوا لينا منين نعمروا البسطيله ديالنا، ماشي هي فيها الحوت وتبان ما فيهاش الحوت الا فرتتوه بزاف. وكذا راه قلت لكم بان الحوت انا دخلته طيبته في الفران. غادي نحتاجو الصوجه وغادي نحتاجو فرماج احمر، يعني واحد نص كره ديال الفرماج احمر، والا كان اكثر من الاحسن. المهم غادي ناخذ واحد البانيو كبير، غادي نديرو فيه الفيرميسيل وغادي نديرو فيه شويه ديال هذاك الخليط اللي خلطنا في الاول. يعني دائما كنحتفظوا به، اللي قلت لكم غادي نحتفظوا به شويه، يعني غادي نستعملوه باش طيبنا به عاوتاني الحوت، وكذلك غادي نستعملوه منين غادي نخلطوا دابا البسطيله ديالنا كامله. المهم غادي نديروا كيف ما قلت لكم الفيرميسيل، شويه ديال هذاك الخليط، وغادي نبداو نضيفوا الحوت تدريجيا بشويه وحنا كنخلطوه من التحت للفوق، وما نحاولوش نخلطوا بالزربه ونخلطوا غير بصبيعات ديال ايدينا باش هكا هذاك الحوت ما يتفرتتش. دائما الكريفات نخليوه هو الاخر، حيت الكريفات حساس يعني دغيا كيتفرتت. كذلك غادي نضيفوا الصوجه، والصوجه غادي ندير هذيك القرعه كامله. كذلك لي شامبينيون اللي شحرنا ضروري نشحروهم في هذاك الخليط كيف ما قلت لكم قبل. شامبينيون معلب، وكذلك اللي في لي ساشي. وكيف ما قلت لكم قبل، الا لقيتو هذاك الطري من الاحسن فكتشحروه واحد الليله كامله وكتخليوه مرقد بعدا في الخليط واحد الليله كامله، عاد كتشحروه باش دغيا كيرطاب ليكم. المهم في التخلاط في الاول قبل ما تضيفوا الحوت خلطيه لاله كيف ما بغيتي، غير منين نضيفوا الحوت نخلط بشويه لحقاش راه الحوت حساس دغيا كيتفرتت. المهم غادي نستمروا على هذه الطريقه حتى نكملوا الكميه ديالنا كامله ديال الحوت. نديرو بالنسبه لواحد النقطه قلت لكم، كنديروا الفلفله حمراء غير صغيره، غير الحمراء، ما ديروش الخضراء او الصفراء ولا هذا. كاين اللي كيديروهم، انا من الاحسن نديروا غير هذيك الحمراء وتكون طريفات صغيورين صغيورين،
وما تكتروش فيها، يعني خديت واحد تقريبا نص كيلو، هو اللي خديت ما كاملش، قطعته طريفات صغيورين غير باش كتعطينا هذاك اللوين الاضافه. البسطيله ديالنا ملي كتقطعوها كيجي حتى داك اللون الاحمر. مهم هكا بدينا كنضيفوا الحوت تدريجيا وحنا كنفرتو بايدينا، ومنين تكونوا البنات كتنقيو، نقيو بشويه بشويه بشويه، لان الحوت حساس، واكثر بالنسبه للناس اللي عندهم لي كوموند راه العوين خاص العوين وخاص التدقيق، يعني باش ما تخسرش الكليان ديالك. المهم هكا غادي نخلط من التحت الفوق باش ندمج لينا. كذلك وانا كنخلط كنضيف شويه من هذاك لاصوص اللي كنا صايبنا ديال الربيع والثومه والهريسه والملحه والكمون وعصير ديال الليمون. هكا خلطنا جميع الحوت، وغادي نضيف الفرماج الاحمر، غادي نحكو في الحكاكه الغليظه باش هكا يبقى يبان لينا. المهم غادي ندوزو الطلماط ديال البسطيله، وغادي نخليكم مع الطلماط، راه هو واضح ما كيحتاجش نشرحه. غير واحد الاضافه البنات، هادو البساط راه ديال 50، ماشي ديال 49، ديال 50 يعني كبار تبارك الله. بالنسبه للورقه راه تشوفوا درنا جوج الوسط، لحقاش الورقه كانت غير ديال 49 هكاك، علاش درت جوج ورقات الوسط. المهم دائما راه غادي نقسموا على البساط بواحد البانيو باش هكا يجيكم كاملين في تقاده وحده، اولا قسموا قبل عدد البساط اللي عندكم، شدوا البانيوات وقسموا باش يجوكم هكا مقادين. كذلك كنديروا منين كتحطوا الكميه ديال الخليط، غادي ديروا فوقها الفرماج احمر، غادي ديروا فوقها طريفات ديال الحوت. المهم اي حوت عندكم منه بزاف نقصوه، ملي كتكونوا كتخلطوا داك الخليط في الاول نقصوا منه، بحالها نقصنا حنايا الفرخ ونقصنا الكروفيت، يعني كديروهم الوسط على هاد الطريقه. نتمنى تكون واضح الفيديو للشرح. علاش غير باش منين كتقسموا عاوتاني كتجيكم هذيك البسطيله عامره بزاف منين كتحل البسطيله. المهم نستمروا على هاد الطريقه حتى غادي نكملوا الكميه اللي عندنا. ودابا الحبيبه منين تلمطات البسطيله وتجمعوا ليها الجناب ديالها، غادي نديروا ليها واحد الحمام مزيان بالزبده. الزبده كتذوبوها كتخليوها فوق بالبوطه حتى تيتحيد لها داك الحليب ديالها، وكدهنوها مزيان 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 وندخلوها للفران.
اولا البنات من الاحسن نصيفطوا البسطيله للفران ديال الزنقه باش هكا يكون سيكوريزي. كان هذا هو الشكل النهائي ديال البسطيله ديالنا. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجاب ديالكم. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو، ديروا لي جيم، لي كومونتير زوينين. المهم الى اللقاء، الوصفه اخرى ان شاء الله.